عمرك دخلت مكان وحسيت إنك مش لوحدك؟ مش قصدي خوف ولا رعب، قصدي الإحساس الغريب إن كل حاجة حواليك بتحكي. وده بالظبط اللي حسيته أول ما دخلت المتحف المصري الكبير. من بره المكان شكله عادي بالنسبة لأي حد يشوفه في الصور، مبنى ضخم، إضاءة، ناس بتتصور. لكن أول ما تدخل تحس إنك دخلت زمن تاني. أول حاجة شدتني الهدوء. رغم الزحمة كان فيه هيبة غريبة في المكان، كأن كل قطعة هناك واقفة من آلاف السنين مستنية حد يسمع حكايتها. وأنا ماشية كنت كل شوية أبص حواليا وأسأل نفسي، إزاي الناس دي عاشت؟ إزاي فكروا؟ وإزاي قدروا يعملوا كل ده من غير أي حاجة من اللي عندنا دلوقتي؟ كل تمثال هناك كان شكله كأنه مش مجرد حجر، كان عنده حضور. وأغرب لحظة لما وقفت قدام تمثال ضخم جدا وكل الناس كانت بتتصور بسرعة وتمشي، لكن أنا فضلت بصة ليه شوية. وفجأة جاتلي فكرة غريبة جدا. إحنا بنجري طول الوقت عشان نسيب أثر، شغل، فلوس، شهرة، وفي الآخر الناس دي فضلت موجودة آلاف السنين، مش بسبب الفلوس لكن بسبب اللي بنوه والفكرة اللي عاشوا عشانها. المتحف مكان مليان آثار، بس الحقيقة هو مكان يخليك تفكر في نفسك شوية، يفكرك إن الوقت بيعدي بسرعة وإن الإنسان مهما عاش في الآخر اللي بيفضل منه أثره. وأنا ماشية وسط القاعات كنت حاسة إني مش بس بتفرج على التاريخ، كنت بتفرج على ناس كان عندهم أحلام وخوف وطموح زينا بالظبط، بس الفرق إنهم سابوا حاجة تعيش بعدهم. وفي لحظة وسط كل التماثيل والهدوء فهمت حاجة بسيطة جدا، إن أعظم حاجة ممكن الإنسان يعملها مش إنه يعيش وبس، لكن إنه يسيب حاجة تستحق الافتكار. ولما خرجت من المتحف ما كنتش فاكرة كل التماثيل اللي شفتها، لكن كنت فاكرة الإحساس إن التاريخ مش مجرد حاجة قديمة. التاريخ هو ناس عرفت تعيش بشكل يخلي العالم يفضل فاكرهم. وأنا هحكي لك الفكرة.